مرحبا، السلام عليكم. كيفكم متابعين؟ إن شاء الله تمام. أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. معكم أم بلال من مطبخ العربي في ألمانيا، واللي جديد على القناة يشترك ويفعل الجرس لتوصلوا كل وصفاتي. بنستفتح معكم الفيديو بالصلاة على النبي. أكلتنا لليوم الهمبرجر على طريقتي. وبنبدأ معكم التحضير. معانا 3 كاسات طحين متعدد الاستعمالات مثل ما شايفين. هي انملت، رح نقص شوي من هاي. هدول الكاسات اللي حطيتهم. وبعده عندي ظرف خميرة رح ضيفه كمان، وظرف بكنج بودر. مثل ما بتعرفوا البكنج بودر شوي بيعطيها طراوة للعجينة. وهلأ رح استعمل البيض. حبايبي البيض بيعطيها للعجينة كمان طراوة ونفشة بسيطة. ومنعدل شوي بالملح، ومنضيف معلقتين سكر ومعلقة زبدة. الزبدة لازم تكون معانا طرية بحرارة الغرفة، وحتى البيض كمان بحرارة الغرفة. وهلأ منعجنه، ومعاي كاسة حليب رح ضيفها شوي ورا شوي حتى تاخد كفايتها عندي العجينة. طبعا عندي الحليب كمان دافي، طالعته من البراد ودفيته بالميكروويف تدفاية، ما سخن، لأن بس نسخنته رح تفرط معي العجينة. وهلأ صارت معي هيك، لازم تطلع معاكم. وإذا بتحبوا تحطوا مي بدال الحليب كمان بصير. ضفت للعجينة 3/4 الكاسة حليب. أنا رح أحطهم كلهم بصندوق الوصف. وبينما تختمر عندي العجينة، معاي 3 بصلات كبار رح أترمهم هيك مثل ما شايفين حتى يسهل عندي القلي. هلا عندي كيلو لحمة رح أحطلها ملح وبهارات بس. فيكن تحطوا فلفل وفيكن تحطوا بهارات، أنا حطيت فلفل. حتى إذا عندكن بهارات همبرجر كمان فيكن تحطوها، بس ما بحاجة، لأن المواد أنا بدي إياها تعطي طعمة اللحمة، ما بدي يأثر عليها أي بهارات يروح طعمتها. هلأ كمان فيكن تعملوهم هيك بإيدكن، فيكن تساووها كمان على مكبس الهمبرجر. أنا بعد ما عملت على إيدي طالعت المكبس اللي عندي وساويتهم. شوفوا كيف رح أحط كيس نايلو وحط قطعة لحمة. أنا عندي اللحمة شوي مدهنة. وهلأ رح أكبسه، بس غلطي إنه ما حطيت الكيس فوقها. تاني وحدة رح أحط الكيس فوقها حتى من فوق أو من تحتها ما تلزق بالقالب الفوقاني. شوفوا كيف بحط القطعة وبتني الكيس وبكبسها. كتير سهلة وبسيطة. وهلأ رح ساوي كل الكمية. بس حبايبي هي الطريقة اللي رح ساوي فيها العجينة ورح ساوي فيها هي المواد. على طول مناخد الهمبرجر الجاهز، منهرهر من هون ومن هون، وأيام بتطلع اللحمة مع الطفل لأن ما بيقدر يكمشها، وكبير عليه ما بيقدر يقضى. هلأ رح ساويها كتير سهلة. رح ساوي العجينة كلها ملفوفة لف مثل الكرة أو مثل صرة الأوزي، هيك قد ما الولد أو نحن أكلناها ما رح لا نهر ولا نشر على تيابنا. شوفوا هلأ عندي المكبس رح حميه حطه على اللحمة. عندي كل حماوة شكل في عدة استعمالات إله، للشوي للعجين لكل شيء. أنا حطيته على اللحمة، وهلأ رح أشويهم هيك مثل ما شايفين. واللي ما عنده مكبس يساويها على الطواية كمان بصير. أنا ما حطيت أي شيء على المكبس لأن عندي اللحمة مدهنة.
وعندي المكبس من فوق ومن تحت بيعطي استواء. وهلأ بتشوفوا النتيجة. أنا ما رح أكبسهم، رح خليهم على راحتهم. شوفوا كيف استوت عندي من فوق ومن تحت. رح شيلهم. طبعا أنا استعملت هي الطريقة أسرع إلي. فيني كمان استعملهم بالطواية أو بالفرن عادي، ما بتفرق، المهم يستووا معانا. وهلأ بعد ما استووا معانا الوجبة الثانية، لسه عندي وجبة وبخلص. هلأ عندي هالقطعتين رح اسويهم، وبينما يستووا ما رح بعد عنهم. رح اترم مخلل خيار، انتو حسب ما بدكن، بس بالهمبرجر كتير طيب مخلل الخيار، ولازم هيك قطعه شرح صغيرة حتى اضيفه فوق العجين وفوق اللحمة. وهلأ خلصت، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما في مدة 10 دقايق كنت مخلصة كل الكمية. وبعد ما قطعت المخلل رح كرمل البصل. تشوفوا كيف حطيت زيت نباتي بقلب الطواية، وهلأ بقلي البصل. وبعد ما دبل عندي هذا صوص الماجي ضفته إله، وشوية دبس الرمان بيعطينا نكهة ولا أطيب من هيك. طبعا اللي عنده حي الله صوص يحطه، كتير بيعطي طعمة طيبة. وهلأ جهزت أنا هيك كل المواد واستوت عندي البصلة. هلأ صار دور العجين. بعد ما اختمرت العجينة عندي نص ساعة، شوفوا حبايبي، رح اخد العجين وقطعه لقطع صغيرة. شوفوا كيف القطعة، انا ما رح كبرها حتى ما تطلع عندي كبيرة. وبرد بقلكن انه كل واحد حسب عيلته، حسب افراد عيلته، شو بده يساوي، شو بده كذا. يا يعمل نص العيار او هذا العيار، او يعمل العيار دبل. وبعد ما قطعتن عندي هي الجبنة الصفراء وجبنة القشقوان، مثل ما بتعرفوا بتعطي طعمة ولا أطيب من هيك. هلأ خلصت كل المواد، شوفوا قد بسيطة وسهلة. هلأ بمد العجينة، مثل ما بتعرفوا المعجنات وأكل الفرن ولا أطيب من هيك. والواحد بهالصيف بيحتار شو بده ياكل. طبعا تغيير شكل للأطفال كمان ولأهل البيت، مو كله جاهز، لازم نعمل لهم شغل البيت. هلأ بحط البصل المكرمل، وبضيف جبنة. حي الله جبنة عندكم كمان طيبة، حبيت حط لها هي حتى تعطي طعمة طيبة. وبعده اللحمة، وبعده المخلل، وفوق الشي قطعة قشقوان. وهلأ منضم العجينة، شايفين مثل البقجة ولا أسهل من هيك. أكيد يلي بده يجرب هي الطريقة رح يقول ولا أسهل من هيك. وفعلا حتى مسكة غير شكل، شوفوا كيف، وقدها كتير مناسب. وحطيت بالصينية ورق الزبدة حتى ما تلزق معانا. طبعا نحن بينما نساوي هي الكمية رح شغل الفرن من فوق ومن تحت على نار حامية. شو عندكم مقدار الفرن لازم تحطوه، لأن العجين عادي ما بتفرق معه إن كان حامي كتير كتير ولا إنه واطي العيار. شوفوا كيف بلملمة على بعضها، والعجينة كتير سهل استخدامها، يعني
يعني هي ما شاء الله تبارك الرحمن من طراوتها كتير سهل الشغل فيها. وبعد ما خلصت كل الكمية حتى ما تنشف معي، طبعا شقفة القماش أو بشكير. وهلأ بيضة معاي بحط لها نص معلقة صغيرة نسكافيه حتى تعطيني هالنكهة وتشيل الزناخة من البيض. شوفوا هاي كل الكمية عندي، وهلأ رح ادهن السطح حتى يعطيني لون وموديل حلو. وبعدين تذكرت لازم ضيف زيت نباتي بيعطي لمعة كتير للعجين، بخفقه كتير وبحط. رح ضيف سمسم عليهم، لازم داير من دراتا كله ادهنه حتى تعطيني جمال ولا أحلى من هيك. وكل فيديو بقلكن أهلا وسهلا بالمشتركين الجداد، وشكرا لكم لأن أنا عم طول شوي بين الفيديو والفيديو، بتعرفوا أنتم مشاغل الحياة، بس تشجيعكم إلي بخليني أقوم وساوي فيديو يعني فيديو ولا أحلى من هيك. طبعا ذرات القهوة هي بتدوب معانا. ومثل ما بتعرفوا طلعات الصيف كتيرة، فيكن تساووا هي الطريقة وتطلعوا فيها مشوار حتى بتخزن حرارة بقلبها. وهيك خلصت عندي كل الكمية، ورح حطها بالفرن على الرف الوسطاني من فوق ومن تحت. ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين كيف طلعت؟ وغطيتها بالشقفة حتى تعطيني طراوة، خليتها تقريبا دقيقتين وبعدين صفيتها. ما شاء الله، الله يديمها نعمة يا رب. شوفوا كيف قليت شوية بطاطا حتى مثل ما بيقولوا العين بتاكل. وأنا هي البهارات بجيبها من مول الآلدي، وعندي هدول كمان الصوصات بجيبهم من الأكشن، لأن بعرفكم رح تكتبولي من بتجيبي هدول انبلال. بقى سبقت عليكم وعم قلكم بالفيديو بحب جيبهم، نكهاتهم كتير طيبة. وهذا مثل اللبن التركي يلي بيحطوه للدونر، كتير نكهة طيبة. وهلأ ساويت وجبة إلي ما شاء الله مثل ما قلت لكم العين بتاكل. وهلأ رح فرجيكم قلبها كيف واصل السوى لقلبها، وكله هالجبنة مع اللحمة مع الكل عاطي طراوة ولا أكوس من هيك. مع إنه سخنة ما عم بقدر لأ، بس رح فرجيكم إياها. أنا ما حطيت ولا صوص بقلبها، لا مايونيز لا كاتشب ولا شيء، الواحد اللي بده بيحط على كيفه. شوفوا كيف العجينة ما شاء الله تبارك الرحمن، ورح دوقها طبعا ولا أطيب من هيك. يعني ما بدي لكم على الوصفة، عن جد بتشل شللان، يا ريت تجربوها وتدوقوها. وطبعا بالفيديوهات السابقة أنا عملت لكم كتير معجنات وكتير أشياء طيبة، على تروحوا لفيديوهاتي السابقة وتشوفوها. وهلأ أنا بالأيام الجاية إن شاء الله رح أعملكم الطريقة الهمبرجر الأصلية، يعني المفتوحة اللي فيني حط فيها طبقات. أنا عطيتكم الفكرة، ويلي بيحب يحط بدال اللحمة دجاج أو كنتاكي أو شو ما بده كمان بصير، بس عطيتكم فكرة حلوة وسريعة. وهذا كان فيديونا لليوم، لا تنسوني من اللايك وتشيروني لأصدقائكم، ويلي بيشوف قناتي لأول مرة يشترك ويفعل الجرس لتوصلوا كل وصفاتي. وكانت معكم إم بلال من مطبخ العربي في ألمانيا، والسلام عليكم ورحمة الله.